السلام عليكم. بمناسبة تحية وجود بايدن في إسرائيل، تم ضرب مستشفى ومات فيها 500 مرة واحدة. دي تحية وصول بايدن الأراضي الإسرائيلية المحتلة. ماشي، فياريت الشعب المصري يعرف إن في ضغط جامد على مصر من جميع الدول الكبرى. ليه؟ عشان هم دلوقتي مصممين ان هم يرحلوا الناس اللي بقطاع غزة الى سيناء. ما احنا ممكن كمصريين نرفض، وكل اللي معانا على الفيس على اي برنامج على الانترنت يعمل رفض تام لوجود الفلسطينيين في ارض سيناء المحررة بالدماء. هل كده يبقى معاهدة السلام كده اسرائيل بتنهيها؟ وهذا الرئيس ما قال النهارده في لقائه مع المستشار الالماني ان كده لو اي طلقه طلعت من الفلسطينيين وهم في غزه في سيناء على اسرائيل اصبحت حرب بين مصر واسرائيل. وده طبعا اللي احنا بنرفضه، وكده القضيه الفلسطينيه تعتبر بتموت. هل المصريين مع الرئيس السيسي؟ لان الرئيس السيسي معلش على دماغي، الرئيس عليه ضغط من جميع الدول الكبرى لفتح المعبر لتهجير جميع الغزاويه من مصر من غزه لانتهاء القضيه خالص. هل الناس سامعه وقاعده كده مبلمه، ولا الناس تتكلم وترد وتعبر عن رايها؟ يا ريت الناس تعبر عن رايها وتقول رايها ايه. الناس اللي بتقول افتحوا الحدود، ما احنا لو فتحنا الحدود يبقى فتحنا نار جهنم علينا، مش من الفلسطينيين. لا، اي واحد عايز يعمل وقيعه بين مصر واسرائيل تاني هتبص تلاقيه راح ضارب اي طلقه في اتجاه اسرائيل. هيجي لنا ضرب هنرد بقت حرب. هل انتوا عندكم استعداد يا مصريين تتحملوا حرب؟ وخلي بالكم جميع القواعد الامريكيه والاجنبيه هنا حوالينا من كل حته، مش خوف، لا، انا عارف وواثق في جيش مصر، وواثق ان الرئيس السيسي قد اي حد وقد اي ضغط يجي على مصر. وان شاء الله مصر حماها الله غصب عن اسرائيل وما خلف اسرائيل. اذا كان حد بيحمي اسرائيل فمصر حماها الله، وحمى الله الفلسطينيين، ورحم الله شهداء مصر وشهداء غزة وفلسطين. تحياتي لكم، ولقائكم ان شاء الله نكون في احسن صورة. يا رب الناس تعلق وترد على الكلام اللي انا بقوله. هل اللي انا بتكلمه ده غلط ولا صح؟ لان احنا ممكن نعمل زي دول تانية، نجيب المهاجرين اللي هم الغزاوية ونركبهم مراكب ونقول لهم عدوا على اوروبا. هل اوروبا هتوافق؟ خلي بالكم التلويح بالموضوع ده قريب جدا ان نتلوح بيه، مفيش اي مشكلة. وتحياتي لكم وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.